سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي هاد لا فيديو يلقاكم على خير. اليوم كيف ما كتشوفوا فيديو جديد. غنشارك معكم واحد كيك طبقات اللي بمقادير اللي هي بسيطه وفي متناول الجميع. يعني كيكه اللي هي سهله بجوج بيضات وبمقادير بسيطه. كتخرج كيكه معلكه. كنتمنى تعجبكم الكيك ولا يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. وبالنسبه للمقادير ديال الكيك، يعني الطبقه الاولى، عندي هنايا واحد جوج بيضات وضفت عليهم واحد القريصه ديال الملحه. وهنايا غادي ندير 5 المعالق ديال السنيده. يعني الكيك كامله كنمشي ب5 ديال المعالق. من بعد كنضيف واحد الفانيلا ولا قشور الحامض ولا اي حاجه بغيتو تنسموا بها. صافي كنخلط مزيان هذيك السنيده مع البيض وقريصه ديال الملحه وفانيلا. وهنا غادي نضيف 5 المعالق ديال الحليب. وهنا عندي 5 المعالق ديال الزيت، يعني نفس المعلقه كنبقى كنعبر بها كل شيء. وفي ما كنزيد شي حاجه كنبقى كنطرف هذيك الكيكه باش كتجي خفيفه وفي نفس الوقت هشيشه. صافي من بعد هنا غادي نضيف الدقيق. هنا عندي 5 المعالق ديال الدقيق. وهنايا خماره 8 غرام. وهنايا بالنسبه للكاكاو معلقه حتى لجوج على حساب النوعيه ديال الكاكاو اللي عندكم. الا كان يعني دغيا كيعطي اللون غير معلقه وحده، وإلا كان يعني على حسب اللون كيف بغيتوه كتزيدوا ولا تنقصوا. صافي كنخلط مزيان. صافي كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الكيكه اللي بغيت، يعني قوام كيكون خفيف. صافي هنايا غادي ناخذ مول، يعني هذا تقريبا اصغر مول في هذوك لي مول 3 اللي كيكونوا تقريبا شي 25 ل 24. صافي كندهنوا بالزيت ولا الزبده ولا اللي كان عندكم، ورشيتو بالدقيق ولا ترشوه بالكاكاو، المهم على حساب شنو كاين. صافي كيف ما كتشوفوا انا ضفت هذيك الكميه وغادي ندخلها للفران. يعني كيف كنطيبوا الكيك عادي، غير هاد الكيكه ما نتعطلوش بها بزاف، ما يكونش الفران سخون بزاف حيتاش الطبقه غتكون غير خفيفه. هنايا عندي الطبقه الثانيه، عندي 2 معالق ديال المايزينا وعندي واحد الفانيلا وعندي فلون هنا كبير. وهنا عندي نص سيترو ديال الحليب. غادي نبقى كنحرك هادوك غير بشويه ديال الحليب حتى كيتخلط لينا داك مايزينا مع سنيده. عاد ضيفوا الحليب كامل. صافي هنايا غادي نكمل هذاك السيترون من بعد ما حركت وتاكدت بلي ما مجموعش ليا هذاك النشا مع سنيده ولا الفلون. صافي هنا غادي نردو فوق البوطه. هنا من بعد ما نزلتهم فوق البوطه يعني حتى صافي القوام ولا بحال هكا. صافي انا هنايا غادي نبدا غادي نصب هذاك الخليط. صراحه كان مازال سخون وبدا كيقيس ليا الكيكه، حتى الكيكه هنا ما كانتش بارده، مازال ما برداتش مزيان. صراحه كنت مزروبه باش نكمل التصوير تاع الفيديو. المهم خليو الكيكه ولا الخليط حتى يبرد شويه. من الافضل الكيكه اللي تكون بارده مزيان. صافي هنايا غادي نخشيها في الثلاجه وغادي نخليها واحد ساعتين حتى 3 سوايع، المهم على حسب الوقت اللي عندكم.
وهنا بالنسبه للطبقه الثالثه غادي ندير واحد الكاناج. خديت هنايا تقريبا 18 من قطع ديال الشوكولات و3 المعالق ديال الحليب. وهنايا عندي دانيت ديال الشوكولات. صافي غادي نردهم فوق البوطه حتى كيسخن هذاك الحليب مع الشوكولات كيذوب. صافي وهنايا من بعد ما خليتها في الثلاجه حتى بردات يعني قبطات هذيك الطبقه الثانيه مزيان. صافي هنايا غادي ندير هذاك الكاناج. هنا راه مازال عندي شويه سخون، قلت لكم كنت مزروبه الصراحه بها، ولكن كانت الطبقه الثانيه قابطه مزيان في راسها. صافي كنحرك بحال هكا حتى هذاك الشكلاط كيدور على الكيكه كامله. صافي وعاودت رديتها للثلاجه، عاودت خليتها تقريبا واحد الساعه حتى ساعه ونص على ما هذيك يعني هذاك الكاناج شد مزيان. وهنا زينته بالفيرميسين. المهم نتوما تقدروا تزينوا باي حاجه بغيتو، يعني تقدروا تذوبوا عليه الشوكولات ولا تحكوه ولا اي حاجه بغيتو تزينوا بها زينوا بها. انا زينت يعني بداكشي اللي كان واجد عندي. صافي وكان هذا هو التزيين ديالي البسيط. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وهاد الكيكه تجربوها صراحه راه كتجي زوينه وكتجي معلكه، وبهذيك لاصوص اللي فيها صراحه والله ما تشبع منها، كتجي زوينه. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم، وان شاء الله في فيديو اخر، وشكرا لكم على المتابعه.